السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ كنتوا فين؟ والله يا حبايبي خلاص معانا يا حبيبي جدا 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 حبيبي يعني يا رب ده توجيهي انا كده حبيبي توجيهي حبيبي كده طبعا بنقول يا حبيبي بنقول لما كده صوت معاك بعد مش كده هنكون بعد بعد ما بقول لما كده صوت معاك بعد مش كده هنكون بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واتم الاحوال. النهاردة بقى يا حبايبي قلت ايه اجيلكم بيوم كده جديد وروتين مليان نشاط وحيوية. هنبدأ بقى كده مع بعض ونشوف ازاي هنخلي بيتنا زي الفل يا حبايب قلبي. روتين النهاردة عن الغسيل والتنظيف. يلا بينا نستعين بالله ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما انتوا شايفين الجو جميل اهو يا حبايبي قلبي. يجعل صباحكم صباح الهنا وصباح السعادة وصباح الرزق وصباح الأمل وصباح التفاؤل. ربنا يسعد قلوبكم زي ما بتسعدوا قلوبنا بكلامكم الجميل وتعليقاتكم الجميلة يا حبايب قلبي. طبعا بحب اشكر المشتركين الجداد، بشكركم على راسي على راسي، بشكركم من كل قلبي يا حبايب قلبي. وربنا يسعدكم ويفرحكم يا رب ويملى حياتكم هنا وسعادة يا رب، اللهم امين. وبشكر كل اللي بيتابعوني من كل مكان يا حبايب قلبي. يا هلا والله بالغاليين من كل مكان بيتابعنا من المحيط للخليج. نورتوا قناتي، يسعدني وجودكم معايا. شكرا لانكم جزء من عيلتي يا حبايب قلبي. وربنا يبارك لكم يا رب ويرضى عليكم يا حبايبي. قلت بقى يا حبايب قلبي ايه امسك بقى الركنة دي انضفها تنظيف عميق. من كلها تبقى انا بنضفها وكل حاجة يا حبايب قلبي، بس ايه قلت بقى انضفها كده تنظيف عميق. بقى احنا منضفينها من العيد وما نضفناش، بننضف كده تنظيف الروتين العادي ده. بس طبعا قلت لا، انا عايزه انضفها لانها تحت منها تراب. بنفتح الشباك اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي على طول. انا بحب بصراحه اقوم كده الصبح كده افتح الشبابيك، بحب كده النهار الجميل، الاكسجين، الطاقه الايجابيه، الحاجات الجميله دي يا حبايبي. ربنا يصلح حالكم وحالنا، اللهم امين. طبعا كالعاده انا اللي ساعات اصور نفسي، لو الاولاد ما فيش في الدروس بيصوروني شويه، ودي عادتي معاكم بقى. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي وتكتبوا له تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وتسعد قلبي يا حبايب قلبي. مسكت بقى يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده تحت الركنة طبعا وقلبتها خالص، شدتها من مكانها. طبعا كان في تراب. طبعا انا كنسه الاوض اللي جوه دي ومنضفاها ومرتباها وقفلتها يا حبايبي. ما صورتهاش طبعا معاكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل. طبعا يا حبايب قلبي انتوا عارفين ان اصعب خطوة دايما ايه بتكون البداية. بس اول ما بتبتدي وتفتحي الشبابيك كده يا حبايبي الطاقة بتتجدد وكل حاجة بتهون. يوم النهاردة طبعا كان زحمة. قررت اصور لكم يا حبايب قلبي كده عشان نتحمس سوا كده ويبقى عندنا طاقة ايجابية وندردش كده مع بعضنا يا حبايب. طبعا والله يا حبايبي الواحد ما بيتحمسش الا لما انتوا بتحمسوني بكلامكم الجميل وتعليقاتكم الحلوه. تنسونيش بقى بكلامكم الحلو في التعليقات يا حبايب قلبي، ولايكاتكم الجميلة والمشاركة مع حبايبكم عشان ان شاء الله القناة تترفع كده يا حبايب قلبي وتتشاف والكل يشوف، فضلا وليس امرا يا حبايب قلبي. ربنا يستركم ويبارك لكم ويعافيكم ويعفو عنكم يا رب من كل الوحش يا حبايب قلبي. اعذروني بقى على اليومين اللي عدوا دول يا حبيبي، كنت مقصرة معاكم فيهم، بس ده حاجة من غصب عني صدقوني، دي حاجة مش بإرادتي. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده انا طبعا في الفيديو حاجات كتيرة انا مصورتش كل حاجة عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم ويزهقكم يا حبايب.
يا ريت بعد اذنكم يا رب كده فضلا وليس امرا تشوفوا الفيديو للاخر. طبعا يا حبايب قلبي والله انتوا اللي بتدوني الحماس والتشجيع بكلامكم الحلو يا حبايبي، ربنا يصلح حالكم يا رب وحنا اللهم امين. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي الركنة دي تحتها تراب اهيت. انا قلت لا لازم انضفها تنظيفة قبل العيد. طبعا كل سنة وانتوا طيبين بقى. كده كده هننضف ان شاء الله معاكم ونعمل الروتينات ان شاء الله كلها يا حبايبي مع بعضنا، والفيديوهات الجديدة ان شاء الله هتبقى احسن. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. والله يا حبايبي انتوا اللي بتحمسوني ان انا اتشجع واعمل فيديوهات. الواحد ساعات كده يجيله زهق كده وان هو خلاص ما عادش عايز يعمل فيديوهات ولا عايز يعمل حاجة، بس والله برجع اقول لا انتوا اللي بتحمسوني وتشجعوني، ربنا يصلح حالكم حنا اللهم امين. بقى بعد ما روقت الركنة دي وشلتها كده يا حبايبي وشلتها طبعا كلها ونضفت تحت منها، طبعا كان في تراب تحت منها لان انا بفتح الشباك زي ما انا قلتلكوا كده. تبقى ايه لازم امسكها كده يا حبايبي بالشرشوبة انضفها، مع ان الواحد والله يا حبايبي كان تعبان بس قلت لا لازم اتحمس واتشجع كده وادي لحبايبي طاقة ايجابية كده عشان يتشجعوا ما يكسلوش. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. طبعا انا حاطه في المية دي معطر يا حبايبي، معطر ارضيات، ريحته جميلة طبعا ريحته جميلة، خلي ريحة الارضية حلوة كده وجميلة وبتلمع. طبعا كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده الركنة اهي بقت زي الفل اهي وبقت ريحتها جميلة. نضفناها طبعا من تحت ومسحناها وغسلنا كل حاجة وطلعنا حتى السجادة دي اتحمصت في الشمس شوية زي ما انتوا شايفين كده. تنسونيش يا حبايبي في تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم الجميلة. تعالوا بقى ايه نروح على الغسيل. طبعا انا المفروض كنت عملت الغسيل واروق معاكم بس انا قلت لا انا هروق واشوف الغسالة مع بعضنا كده ونغسل الهدوم كده على رواق. صباحكم فل يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده انا بحب الاريال ده جميل جدا، بحب اغسل بيه بصراحة يا بنات، بيخلي ريحة الهدوم جميلة. وده برسيل جل جميل بيخلي ريحة الهدوم تحفة تحفة بجد يا بنات. انا بحب اغسل بيه بصراحة، يخلي ريحة الهدوم جميلة وريحتها تفضل فيها حتى بعد ما تنشف تبقى ريحة جميل. كان عندي طبعا شوية غسيل انا ما بغسلش كل يومين في الاسبوع مرتين 3 كده يعني. طبعا نحط الابيض الاول يا حبايبي، ربنا يعينكم ويعيننا يا رب اللهم امين ويصلح حالكم وحالنا. تنسونيش يا حبايبي في تعليقاتكم الجميلة، الله يصلح حالكم. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهو النشير اهو. تنسوش بقى يا حبايب قلبي ان اعجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات دينا مجان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.